دم باش مهوان نجا جناب راگیر فکلتی مینرین دامو دزگهن حکومت و سازین تایبک همولا یک بخیر بید سرچوان باشترین دست بیک بو چالاکیا روژا ابرو سمسیوما بشکا خواندن اسلامی راوستیانا دقیقه که وک ریزگرتن لسرگیان توایا شهید و جانگورین ولات ما لگل سرودان اجتماعی عراقی فرمون. نکته داخازش خطابی نعمان ابراهیم کن بخواندنا چند آیت کان جو قرآنه فرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. گلک سپاس شبو در چوی زانکوی ازاخو در چوی پشکا خواندن اسلامی با مستان نعمان ابراهیم و خواندن چند آیت قرآنه.
هجایان هر وقت دیار کو فکولتی آزان سن مروواتی به هفکاری لگل سن تریزا خوی فکولین کردی به هماهنگی لگل بشکن مین خواندنه و کلتوره نریده که سالانه بردوامی به سمسیونت خواهد افروکیجی هر وقت دیار کو سمسیون ما بشکن خواندن اسلامی نه شبو اویه که و پیوا بخیر هاتن و رون کرنه که دخوازیش برای دکتر عبدالقاهر صبری عبدالله کم بور پیوا رسم دست بکنن سمسیون بخیر هاتن پیشکش فرمان وصلا به نام خدای مزن و دلوان آمده بو این هیجا ماموستاین رزدار مهوان خوشتوی قطابین عزیز صلاة خدي لسر وهمية بن سبيده هي هوا بري خير وبركة وخوشيبت خداي مزن دو قرآن بيروز دا أمرت كتو دفرمت يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده حديثك بيروز دا دفرمت من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة بناوی پشکا خواندن اسلامی پر جدل بخیرهاتنا هوین رزدار دکین بوفی پنال پر مفا بتایبت مهوان هجا پسپورن بجدار بوین هر دو پنال سمپزیومه برز دكتور بشير خليل توفيق الحداد برز دكتور عبد الله سعيد ويسي برز دكتور مصطفى محمد أمين حيدر برز دكتور إبراهيم أحمد سليمان برز دكتور لقمان بهاء الدين وبخير هاتنا هميما مستاين آيني دكن و هر دو ریوبرن اوقافا پارزگاه دهوکه و اداره سرباخوازاخو سروکن ایکتیا زانین آینی دکین او جیل پارزگاه دهوکه و اداره سرباخویا میا زاخو این همی بخیر هاتین و سرسران و سرچاوان خدای مزن خیره هوا همیا مزن بکد داخوازش خدای مزن دکن هر کردستان ما آبادان بتن بزانینه زانست زانایان وکیادیار هر سال به سوپاسی و زانکو زاخو فکولتی زانست مروایتی دیگل سنتر زاخو بو وکولین کردی راد بیتن بگیرانا چند سمپزیوما و چند ماموستاین پسپور و شارزا ابوار جدا جدا ده ده اینه مهوان کرن پیخمت پیش اخستنا زانین و زانست لزانکوی لی ابروکا خوشبختانه بشکا میا خواندن اسلامی رابویه بگیرانا چند بابتا ده ایده پیشکش کرن بناو و نیشان گوتارا آینی دنافبرا رسنایتی و سردمیانه ده و چند مهوان هیجا آماده ندگل مده و ده چند بابتا پیشکشی هوای هیجا کن نوکش ده درفت دین زور برس راگیر فاکولتی زانست مروایتی پروفیسور دکتر هوگر بو پیشکش کرنا پیوا قبل برز و کرم نام خود مازن و دلوان ما مستاین برز این گلب خیر هاتن قطابیان خوشتوی این گلب خیر هاتن و سمپوزیوم دوه یا پشکا خواندن اسلامی و هم فرق بینین هر سال بابت اکی و صاب آزرینین و سربافی دست بکی از دیف بایت اکا قرآنی بیجم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه که بابت وی سمپوزیومه گرینگیا آینی یا گرینگیا دینی ده هر کمالگه هر کدام مدیارد کرد و چوان گوتار آینی وید بیتر گوهارتن سال با ساله داب گنجت سر بوی دمی آن او تشتشنی کت این سر جیانا مروایتیه یعنی از گره جراد بجن گوتار دینی یا وگاه که چه نمید بری 100 سال آبد یا 100 سال چه نمید بری 200 سال آبد
خاصة مسألة ديني جالك حساسة ما جالك فرسيت كري كم ساقينا هنا تشد خفيف وبجم هكين بشكل بين أخوي يوم الفرح كان شورش فرنسي صار 1708 نهيريدا لكش بنامان شورش فرنسي آيين مسيحية نهيلت يعني سيبنا ما بون كمالجها فرنسي يعني أوروبي ملك بو دين بو نوبلاء بو أو هذا كو إسلام كو مسيحية يدش نوبن هذا الدين الفيرين فعلا هب بيقولات مغزى كو دينيش نوبن تقريبا نزكي 10 سالة نا كنيسة هلون نا قرشة هلون بشتني جهشتوي قناعته نابليون جهشتوي قناعته كو مجتمع بدين ناجي راستي السالة 1803 اتفاقية تشكر اتفاقية جريدة نابين خو نابين بابايدا بجن كونكوردات وجاره كدي دين زبران دابا نظام دور ما دوري نابليون يقول تبو جاره كدي دين زبران دابا لهذا صار محاولة المجتمع الفرنسي فاقش كانش ديني كنت أسناشم هر کسی که فرانسی ظلامه که دین یعنی شرطه که دوم سریبی دین بو میگه گلک آرشا حل کرد. مثلا گرینگی ها دینی بو همین مجتمع گلکا فره. تشتري بالي من بس من سيدة زهدي تراستي قال كيف منها سيدة مو بو فرزو صفاسي و سيدات قال خامي سيدات منها بس سيدة وزارت ام بردستی تا دنیا پرورده کردن محل شهیدا قالك ما مستحق برنياسه از همی که از کتیده بجم همی که با وقتی مربشت سر اشکالیت عم بجن الاصاله والحداثه كتابك محمد عابد الجابري راسي قال جام بحثي بيت كد وقت بحثي عربات كد الصلاة بجت عربة يا شابيت نحذي دالجين عرب وقت بارشة كمازن إسلاماتية مجتمع كمالكها إسلاماتي بجت عربة هزرت كر كو يتحضارة كدالجين حتى صلاة 1967 أو شروا والجيا كديت كو فعلا عرب نكود يتحضارة كدالجين بل كو باشكو يتحضارة كناوجي حضارة غربية بگفت که هزر کردم چه بجین حتی اون کجی یا علم اسلامی اف محمد عابد الجابریت بجن ام دو سه بازناز زبرین بازن امریکا کد بجن همی تشتکی بنا پیلین ام بینا مروف هنده مروفیت عصری و نموزج غربی هم بخوبینی و او نموزج بینو که عالمی پریبت بد بازن دوی بازن سلفیته که هم زبرین تشتکی بین يبقى 1300 1400 سال میکشی هر جبه بکن بازن سیه او بیجت بازن جگرتنیه بازن جگرتنیه الانتقائیه هنده تشتا شیکه بن بگرد هنده تشتا شینی بگرد و ام جانا خون که یا سردمیانه امیدی پریوه ببین بس بیجت نکب ما اشکاله که بازن ملت اسلامی الحضاره اسلامی نشد رابطه بود بشت عامل خارجی گله که مازنه عامل خارجی گله که مازنه راستت بجت رب العالمين هميت اشتاد تشيت يد بس إلا بسبب تشيت يد اشتاد وقت حضارة إسلامية الراب وحضارة إسلامية اعتماد خدانا سر دين إبراهيم عليه السلام وقت أبي آيات دينت وقت قلتي مشركة قلتي على أساس قلتي حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا يعني على أساس بابد ما سر بيتشنا بنا بتشتي محمدين يعني صلاة خدي السلام قلتي محمد قلت وملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل قلت بالعكس إبراهيم عليه السلام يمنه نيد ومشركة قلت إذا سنة حضارة إسلامية صار تشتكي كابن بو بس تشتكي نيتشيكر وصل حضارة أوروبية وقت ربوا هذا صار 1900 سنة حضارة أوروبية صار شبو صار حضارة يوناني بو صار تشتكي كابن بو بس تشتكي نيتشيكر الفيري ما مستعد آینی کلیجن خاندن اسلامی پشکن خاندن اسلامی راستی و بسیار کامازن برسینگی و کورشن او تشتی ما ورگرتش را بردوی ما و به نکم سرده بجیم یعنی اشیم بجمت حلک بنی آن چاره سیتی بنی که به ارکی وایه و ارکی که نیب سانه هجی راستی و امزانی بگم که حال حاضر جی چند تأکید زحمت خواستن هم گله جماعت اسلامیه به نکب ناوی اسلامیتی طاقه چند تأثیر کامازن که هینه اسلامیتی اما خاله دوی یا دو ماهی که اشیم بجیم خطاب که خطاب که اسلامی هبد بس راستی هر ملت که چی بود خطاب خو هبد خطاب اسلامی آن یا آیین اسلامی به ملت کرد چا بد چا
کمالگاه کردی بره ببین خاصتا هکی امزانین او خطاب ما اسلامی بیت بیال هندی ها گنجای بیت کبر بکنه سری همی کردادا که فعلا عرض ما کردستانی دانگیرکیریش چهار دولت و ترکیه ایران عراق سوریا فعلا کردستان هاتیا دانگیرکیرن که امشین چوادین ویتشتی بيتشتي جونجيني راستي هاتي كي قالك بزحمة سامبوزيوم يتوصل كونفرنس يتوصل مقالة فرن دام نزيكي تشاكي بكن عندي تشاو عندي خبرة بابين زور سپاس دوباره هنگل بخيرات زور سپاس بو پیوا راگیر فاکولتی دکتر هوگیری ده پناله دا برای ببریا زور برز پروفیسور هاریکار دکتر مصلح بلابرز و کرم کتن دیگر هر دو ماموستاین برز دکتر بشیر خلیل توفیق الحداد بلابرز و کرم کتن دكتور عبد الله سعيد ويسي بلابرز و کرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث که امر کردن إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. گری دسته پیرادنا همی ماموستا و بارزان کنش میواناش ماموستا اش طلبت قسم ما وهي دارين إن شاء الله جلسة يا پر مفاو خير وبركات بتن ادقل ما مستايان جلسة ما آن ندوه همین هكذا درستي ام زيد خود دابگين دور و حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتزبرتن بابت ايكي قال زور برز دكتور بشير خليل توفيق الحداد عنوان بابت دكتوري أغاية سمات الخطاب الديني الناجح والمتجدد. من نبت نزدلك شو وقت دكتوري ورقرم وقت أواجي دانا بتاقلك دران بجا ما دسته بزيترين وقت هم ده بابت تسليمي دكتوري كان وبشتي دكتور خلاص بتن إن شاء الله دما بسيار هدنو دانستاندن شش قبل ما بيانش قبل هوا بهر كسي استفسار كبتن ودم خلال 20 دقيقة ما سر دانستاندرا وجناب دكتور جي مدوي جي 20 دقيقة دينه بكلام كاتن سوباسيلا كلك ممنون دكتور كلام كاتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماما سعاني زيد خوشويس الرزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرتا بين خوشة دور سپاسی ئاگرایەتی فاکولتی زانستە مرۆڤایەتیەکان بکەم لە زانکۆی زاخۆ و هەروەها سەرۆکایەتی بەشی کۆیگرە ئیسلامی و سەنتەری زاخۆ بۆ دراساتی کوردی بۆ ڕێکخستنی ئەم نەدووەیە و نێدەوارم کە ئەوەی کە پێشکەش دەکرێت لێرە سوودی بۆ هەمومان هەبێت و ئەو ڕاستپاردانە و ئەو ڕاستیانەی کە یان ئەو بەحس و توێژینەوانەی کە لێرە پێشکەش دەکرێت لە پاشان هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان سوودی لێ وەربگرن. دەبات کوردیەمانە؟ باش. ئەو وەرەقە بەحثی کە من دەمەوێت پێشکەشی بکەم ئەوڕۆ دەیکەمە دوو بەش زۆر بە کورتی. بەشی یەکەم
گرنگی خطابی دینی و هەروە ضرورەتەکەی نوێکردنەوە و تەجدیدی خطابی دینی چه ضرورەتێک هەیە. دووهم سمات و تایبەتمەندی و خصائص خطابی دینی ناجح و متجدد. بەڕێزان، خطابی دینی بەوەی دەگوترێت کە ئەوەی زانایەکان و علەما یان نخبەی ئەکادیمی ئیسلامی پێشکەشی دەکا، دوعات ئەوەی کە پێشکەش دەکا بۆ بڵاوکردنەوەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و حقائقی ئیسلام بەیانکەن بۆ مجتەمع بۆ خەڵک. ئیسلامێکی شامل عقیدە و شریعە و فکر و منظومەی ئەخلاق. کەواتە دەتوانین بڵێن خطابی ئیسلامی يحمل رسالة الإسلام الشاملة. أو خطابة معناه أوية رسالة بي بإسلام شون بيشكش بكومنجا وبمجتمع ذكي. إما كدلين خطاب ديني ما بس مع جوريكي معين نية لخطاب نوعين. لبروي خطاب ديني أنواع متعددة. ما بس مع خطبي جمعة نية بتنها. خطبي جمعة بشيك يعني نوعيك لأنواع خطاب. خطاب ديني شمولي خطبة جمعة دكا، شمولي تأليف كتب دكا، شمولي محاضرات دكا لجامعات، لمراكز ثقافي، لمجالس، شمولي وعظ ومواعظ دكا، شمولي همو اكتيفيتي وفعاليات دعوي دكا بهاي اسلوب كبير. حتى برامج تلفزيوني وأمانة همويك دعوة بي أما لجيت بابي خطابي دينية وتناند يعني حتى فن وهنر تمثيل مسلسلات وأفلام يشبه دعوة إسلام بي أمانة جيسان خطابي شي دينية. دتوانين بلين دعوة صامتة خطابي صامت أوش بشكل لخطابي ديني وات أويك بهوي إيش كردوا بهوي سلوكي تو ذكري بهوي أويك أو تعامليك تو لقى المجتمع ديكي بي أوي دعوة بكي بي أوي هيك شيء باز بكي برام خلق لأخلاقي تو شتفير دبي أول شيء سام بشكل لخطاب ديني كواتا خطاب ديني بالشموليته باسي ليودكي براستي برزان خطاب ديني لقى أوي أو وشيء خطاب ديني يعني نويك نو تجديد خطاب ديني أما عندك إشكاليتي هي وعندك برسيار دورجيني زور دار خلق بحساسيته أم بابته وردقري ونا حق الشيء يعني برسيار ذكري ما بس تشير مقصدي تو تشير لخطاب ديني الدين بقوري ما بس تشير لتجديد التجديد تشدكيتو شين دري الدين تجديد ذكي شيء أو كسيان أو جهة كيكا هل تصدي بالتجديد مؤهلة يعني مؤهل ديا أمانة براستي شيء لبشتويتي شيء دعمي أو تجديد ذكاء أو جهة شيء أمانة مجموعة إشكاليات مجموعة برسيارا كدبي زور بوردي وبحكمته ومعملة لقل أو مسألة بكي بلان لقل بولي أو هم إشكالياتنا تتوانين بلين تجديد تغيير نوي اسلوبي خطاب ديني امره ضرورتك زور بيوستا دبر او خطابات ديني ايما عموما بشكل عام دتوانن بلين خلدي تيايا يعني قصور كمكرتي تيايا بلغش لسر او دوره ما 1400 ساعه خطبه ووعظ ودانشتن وبرامج تلفزيوني وانواع أشكال دعوة ذكري بلام واقعي خلقك روش دروش لبيرين بوشوينيك إسلام ديني بوشوينيك إيما دمانوي كواتا خلل خلقك يعني خلل لخطابك هي لو عليه خلل هادو كان هبي خلل شريكة شبه بلام إيما دين أمرو باسي خلل خطابك ذكي أو خطابة دبي شون بي براستي بوني خلل لخطابي إيما لخطابي هر
هەر مامۆستایەکی ئاینی هەر کەسێک کە دەیەوێ داوا بۆ ئیسلام بکە ئەو خەلەلەی کە لە خیتابەکە هەیە عبئێک یان ثقلێک ئیضافی دەکا لەسەر ئەعبا و معوقاتی ئینسانی داعی ئەمڕۆ. ئینسانی داعی زۆر معوقات هەیە کە لەوانەیە زەحمەت دەبێ بۆ تەغییری مجتەمع، بۆ تەغییری خەڵک. خەلەل لە خیتابیش یەکێکە لەو ئەعبایانە، یەکێکە لەو زەحمەتیانە کە دێتە سەر ئەو بابەتە. باشە ئێمە چ خیتابێکمان دەوێت؟ ئەو خیتابەی کە پێویستە لە مزگەوت، لە مەدرسە، داعی، لە تەلەڤیزیۆن، لە محاضرات کە پێشکەش ئیسلام دەکەین، ئەو خیتابەمان چاوە بێت، چ سیمات و صفاتێکی تیابێت. یەکەمیان من سمات الخطاب الديني المتجدد والناجح الربانية، أن يكون خطابنا رباني المصدر والغاية. يعني أساسي خطابه كمان هالقلابة لشي لعقيدة إسلامي صار ولا شريعة كي لفكر إسلامي ولا منظومة أخلاق إسلامية وغاية كشهد رزانا بإخوائي قولة برضا الله تعالى. إذا الخطاب يحرص على العقيدة ويقدم الإسلام شاملا كاملا حقيقيا. ثانيا الوسطية، سمات دوهم يعني خصائص دوهم الوسطية. وسطية بنمايكي قورو جرنجي آين بيروز إسلاما، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أو وسطا في كل شيء، وسط في العقيدة، وسط في الشريعة، وسط في الأخلاق، وسط في الفكر، وسط في التعامل، وسط في الشعائر، وسط في كل شيء. والوسط هو مكان التوازن في كل شيء. ناوند وسط لها متشتكي وسطكي ناوندكي شويني توازنه كواتا إسلامك متوازن، تقديمك متوازن دكي ديني إما ديني متوازنة. زول أقام على لخطابي خومان متوازن بين لنيوان المثالية والواقعية. راستا داواي مثالية دكين أو بري مثالية بلا مع مراعاة واقع الإنسان، واقع المخاطب، واقع المجتمع. ندعو إلى المثالية مع مراعاة الواقعية، هذا التوازن. والتوازن بين الدنيا والآخرة، الاهتمام بكليهما، وليس فقط الاعتماد على الآخرة وترك الدنيا. لا، ليس في الإسلام ترك الدنيا، وإنما الاعتماد على الاثنين. أوي ديوي لآخرة ناجح بيت سببي ناجح بوني آخرة دنيايا، يسعى في الدنيا لكي يحصل في الآخرة. بوي الدنيا هي سبب النجاح في الآخرة، وهي التوازن بين الدنيا والآخرة، التوازن بين الوحي والعقل، الوحي المنزل والعقل. فبالعقل نفهم الوحي المنزل، لذلك نحترم العقل ونوازن بين الوحي والعقل، ونوازن بين العقل والعاطفة، بين القلب والعقل. لا نميل كليا إلى العاطفة ونترك العقل ولا إلى الآخر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. خوايا كم جار اغفر لي خوم بو خوم دعاء بو والدي لو أهله داكو باب إن جال بو مؤمنين، يعني هل مصلحتك هل دعائك خلقي كم جار بو خوي بو ملتي خوي بكا بو أهلي خوي بكا إن جابوا خلقي ديكي بو مسلماناني ديك لك. أو أنذر عشيرتك أقربين. لو قاوروا بويا إما دبي خطاب مان لمصلحتي ملتي خومان ورفع الظلم وحيبي عن ملتي خومان. دور سباس أنكم دعوة اللي بدنا كما قال وقت زيادة شنو تبي وما دوالم همو لا كمان ببينا سفير إسلام وتجديدش تنها علماء ناكري شرطنية مرجنية حد كسر إلا فقهاء ولا وقت بيه من يجدد من لا موصولة يفيد الإطلاق ولا ماذا؟ فإطلاق يمكن أن يكون هذا المن فرد واحد، يمكن أن يكون عالم إمام مسجد، ويمكن أن تكون جماعة وطائفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جارك ممنونيش دكتوري السربي طرحوي يرى منضبط تماما ضوابط الشرعي، وإن شاء الله مهنيته تندبابت الديجيتال مستقبلي دا شكو بما أنه دكتور بشاد مجال إداري وسياسي جدا
برلمانتار بول برلمان كردستان، برلمانتار بول مجلس نواب عراقي، نائب رئيس مجلس النواب مدة 4 سالة. أكيد جلت اشتدي جيل در سيداي هاي ام بدوينا استفاده جركن بو واجه حلا في تجربوي يا چل برلمان كردستان چل مجلس نواب يا بغداد ان شاء الله معنیت هيك دليل كيف ان شاء الله ده هبجي هند بسيار السروا بابتاجي هيك السيداي بكين استفاده بكين هر يهادي وريجا دادي يهادي ام استفادهش وجوداوي بكين الفيرد جلمه. زور برئيس دكتور عبد الله سعيد ويسي رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان كشخصية معروفة براستي الهرم همية بابت ويجيك عنوانويل سر إشكالية تجديد الخطاب الديني بلا كلام كات زور سوفاسيلة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زور خوش حالين كيمرو لخدمت ويأسو خوشويستاين لفاكلتي زانس نمرو فايك كان لزانكوي زاخو بوادارين كبتواني الخدمت يكلو وارد تشكيش بكين وهروا قربة السپاس بو دكتور هوغر راقري كوليج وبشر خونديني إسلامي بو رسانديني ام درفتا لو استفادة لكاتكي بكين راس بسيننا وموضوعكي. ما هو المراد بالخطاب الديني؟ ما بس لخطاب ديني تسيا. خطاب ديني ما بس بي أويا خطاب ينعكس على المنظومة الدينية بكل جوانبها. أصدي محاولة كم كردي عربي بعديني هم اختلاط كم له رسالة كبكان. خطاب ينعكس على المنظومة الدينية، يعني هاشتاج غطاي وي سبورتي وي بجيري وي هر وتارك بجيري شي ديني بي مستمد بي لدين بي لقلت خطاب ديني، ولكن نحن لسنا بصدد الكلام عن الخطاب الديني. أم باسي خطاب ديني ناكين، أم باسي خطاب إسلامي أكين كجزء كلا خطاب ديني. خد زانا همشتك عموم وخصوص هي من هتا لو عنوانش ملاحظة هي سونك خطابي ما خطابي إسلامي نك خطابي ديني بيت. أم قود خطابي ديني يعني خطابي مسيحي، خطابي يهودي، خطابي إسلامي أو عموما. خطابي ديني خطابة عموما هم أديان دي داخل بيت. برام أوي ما بي مختصين أوي ما بي مهتمين خطابي دينية فقط. لبر هذه أنباسي خطابي إسلامية فقط. لبر هذه أنباسي خطابك يكين كأصل يراجع ولا قرآن سنتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم ما بس لسنتي سنتي صحيحة سنك سنتي غير صحيح اعتماد كرني لسر مشكلة وإشكالات زور لسر دلستكا وهو لسر إجماع وما نقل عن طريق التواتر من الصحابة والخلفاء والتابعين وغيرهم. كواب خطابي إسلامي دبي تأييدك يا بشتوانيك يا بجيريك ليك كلو جهانا ليه بكريت إما تأييد بالقرآن أو تأييد بالسنة أو تأييد بالإجماع أو بأقوال الصحابة والخلفاء والتابعين وغيرهم. لبن هذه تو تماشاكي تو خطيبك هي الجامعة كي يعني خطيبك هي المناسبة كي ديني دي أغبي دي غساكا مستحيلة لا طول خطابي خوي دليلك لو دليلانا لو مصادراني ما باس كردن دي تأييدي خسيخو بأكابو أو زيادة بتسبه كوابو أو خطابي ما خطابة إسلامية. خطابي إسلامي استا لواقعي كردي براي برزن دكتور بشير هندك زواني بباسكر من دمي توزك واسع تري بكم. خطابي إسلامي ليس لواقعي كردي تقسيم بي لبوزور جهات لبوزور أقسام. يكم يا ما خطابك هي الكردستاني بيجنا خطابي الخطاب الإسلامي الرسمي أو خطابك وزارة أوقاف تأييدكات أو خطابك وزارة أوقاف بشتواني إمام وخطيب مزقفت هاتكا أو خطتك مزقوت الكردستاني هم تابعي وزارة أوقاف. من حق بالتزامنا التزام دانية برام شكلي إداري الجهة المشرفة على الجوامع في أداء الخطاب الديني الرسمي الخطاب الإسلامي الرسمي وزارة الأوقاف. كواب جزئية كم ما خطابك هي خطابي إسلامية
بيدا قلت خطابي إسلامي رسمي. ما خطابة ديك هي خطابي إسلامي غير رسمي. أيش المزقوت هذه يتكردن؟ شتو مثلا ما مصايب بوخو بشتي نواجه المزقوتي الهيوان المزقوتي العردة كده وربري مزقوتي وعظة كده نصيحتك كده البهية كده سيخساتك مناسبك اللي ودر دو سيخساك أو خطابك إسلامية بلان غير رسمية. سنك فرق بين خطابي إسلامي رسمي وغير رسمي. فرق أو خطابي الرسمي أنت مأجور على أدائه سنك وكو عبادات دي تماشا كردن نوجه جمعي وكو عبادات. خطابي إسلامي غير رسمي ليست عبادة تشي بخبو معلومات خدانشي جوب ديل بهيك محاضرك سمينارك الجامعي أو خطابي إسلامي غير رسمية. ما خطابك إسلامي سياسي شيء الكردستاني وهو الخطاب الذي ينتج عن الأحزاب السياسية التيك توك الدسقات راقيان الفيسبوك مسؤول حزبك إسلامي داعيك بانخوازك بيجي أرشتك ملويري توجهك السياسي البشتمية بمحاولك خطابي خوب جيني بشكل من أشكال دعمك قضيك سياسي دعمي فكرك سياسي أوش ما أو خطاب شيء خطاب إسلامي ولكنه سياسي. ما خطابك ديك شيء خطابي إسلامي اجتماعي قديما لمجتمع كردي. مثلا صلحك مريك دوسيخ ساكا وخطابك اجتماعية إصلاح ذات البين مناسبك زواجيا ما مساكي آني دوسيخ ساكا لسر مخبرين ما مساكي آني دوسيخ ساكا ما مساكي آني بخو دوي برسالية كي بقيني دي صوتي خويا خو تصويرك لوسائل تواصل اجتماعي بيامك يجيني لما جي رمضاني بيروزي خلق دانش تيل المزقوتان العردكي لديوخانة لتسايخاني لشوينك ما مساعين ديو بيام خوبجيني أوش خطابي شيء إسلامي اجتماعية أو خطابانا وسائل إيصال لو مشتمل لو سردمي لو عصري قلق زورن مزقوتا دزقايا كان راقي عندنا التلفزيون وسائل تواصل اجتماعي فيسبوك انستغرام تيك توك او زورشتانا انسان ديوي بيامكي خوي بقى سنك فرقك استالقاو سردمي بيغمبري صلى الله عليه وسلم سردمي بيغمبري صلى الله عليه وسلم وسيلة الإيصال فقط الجامع دبي او مسلمانش هالبال جامعي دانشتوا سنك ميكروفون شنبو بلام استا ما شاء الله لقيت تكنولوجيا لو انا بشتي تصالي ديك وسائل ما تتطورش بيدا بن بتواني او بيامي بقيني باشا كي او بيامي اقيني صفاتي او كسيت سنك او بيامي اقيني من احترام لبوهمو او ما مصابر رسانة هيك او بيامي اقينا بلام بيوسا كوملك صفات متوافر بي لو شخصي كوا يتصدر خطاب الديني خطابي جامع خطابي اجتماعي خطابي سياسي رحماء بينهم أو خلقين بينما صفات البيغمبر صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم أو خطابي مبو أو خلقين دبي أما ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بارسة فاعفوا عنهم واستغفر لهم واشعرهم في الأمر أو سماتين زي ما زي أم صفح نية عفو نكمة زور كما زور كما بركو لبدل كسي غلطية شي برانبر توقع برانبر مجتمعيك بيجي داواي لبردناك مخاطب لسين برد بيجي والله أصلي قبولناك باشا معقولة أو أسلوب البيغمبر صلى الله عليه وسلم أسلوب إسلام نخير خوات الله تعالى ببيغمبر فرموي فاعفو عنهم عفو بك إيتهم واستغفر لهم يعني أمرج ببيغمبر صلى الله عليه وسلم أن يطلب المغفرة لهم يعني أقل الدنيا يشبت شيء بوي باريوا بسينك دا صلاتي بيجي أمرو يسوي كل شغل خوب باش نبو أو هابو داواي دي بردن كثير دوبارنا كاتوا دبي إما مساعدين نحو الإصلاح نحو الإفساد وإيسيم وشاورهم في الأمر يعني حسابه كإهمال مكان قبرتي مشكلة ما تسي أقبلوا شيء غلط كله والله تيلا كردستان أما سوء إهمالكين حسابي بوناكين في صفركين خواتي تبارك وتعالى بما أفرمي شفقة رحم بزاي خو بخو
كوابو متصدي للخطاب الديني دبي قدوة بي لقل أو صفاتان دكتور بشير باسكر كوملك أو صفاتان شي لقل دابيت زور برس ما مستوى هاريكار علي برز وكرم بين اشتهاره الجل ما مستوى دي دكتور مصطفى بلا برز وكرم كتم دكتور إبراهيم برز بلا كرم كتم دكتور لقمان برز بلا كرم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبدو أن بعد التحية إن شاء الله قد زادت شحنتكم الإيمانية والطاقة قد زادت، فنستطيع الآن إن شاء الله أن نبدأ هذا البانل وهذه الجلسة، وستكون تكملة طبعا للجلسة السابقة التي تفضل بها الأساتذة الكرام وكانت شيقة. الآن إن شاء الله سيكون حديثنا حول محور يكاد يكون امتحانيا، فنحاول هنا بما أننا نتحدث عن الاختلاف، والاختلاف سنة كونية ولذلك خلقهم كما ورد في الآية الكريمة، فلا بد أن نعرف كيف نختلف، كيف نتعامل مع هذا الاختلاف، ما هي الآليات التي يمكن من خلالها إدارة هذا الاختلاف، كيف يمكن أن لا يصل هذا الاختلاف إلى إشكالية أن تتحول إلى صراعات. فالله سبحانه وتعالى حينما ذكر في كتابه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وبالتأكيد ليس لتعارفوا، فمسألة التعارف هذه هل هي بين الشعوب والقبائل فقط أم يمكن توسعتها إلى الأفكار؟ بالتأكيد هذا ما إن شاء الله سنتطرق إليه في بعض الأمثلة والمواضيع التي سيتطرق إليها الأساتذة. نبدأ إن شاء الله مع الدكتور مصطفى في موضوعه الشيق هذا أقوال الفقهاء بين التقديس والتمحيص الأحوال الشخصية. معنى الفقه والفقه الإسلامي، كلمة الفقه أطلقها القرآن عن الفهم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لكن الفقه عندما يطلق كأحد العلوم الشرعية هو يطلق على كما يقول الإمام أبو حنيفة الحلال والحرام، أو إمام مالك يقول الأحكام العملية، أو كما نحن نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. فهناك أدلة يأتي الفقهاء يستنبطون من هذه الأدلة بعض الآراء فيقررون بأن هذا الشيء حلال أو هذا حرام أو هذا مكروه أو هذا مباح وإلى آخره. بدأ نشوء الفقه تدريجيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفقه موجودا والفتاوى والسؤال على الأحكام العملية، لكن كان المصدر الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم والوحي. ثم بعد ذلك تطور إلى زمن الصحابة، أيضا كان هناك فقهاء من الصحابة، فكان إذا أحد الصحابة احتاج مسألة أو أحد التابعين ذهب إلى فقهاء الصحابة المشهورين كسيدتنا عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيره من فقهاء الصحابة. ثم بعد ذلك تطور هذا الفقه في عهد التابعين وتابع التابعين، فصار إلى مدرستين، أحدهما في الحجاز والأخرى في العراق. مدرسة الحجاز كانت تمتاز بأنه هي متمسكة بالقرآن والسنة لأنها موطن الرسالة، وكأنها متمسكة حرفيا بالنصوص. لكن مدرسة أهل العراق كانت مدرسة يغلب عليها الرأي ويرجح إليها القياس الأصولي. مشاركتي في هذه الندوة أريد أن أنبه على شيء، أن مصادر آراء الفقهاء إما مصدره الأدلة الشرعية المتفق عليها أو المختلف بها، أو هناك أقوال للفقهاء موجودة في كتبهم ودرسناها وندرسها لطلابنا، مصدرها الاستقراء في زمانهم والعرف في زمانهم والاستقراء. فهل هذا العرف والاستقراء يعتبر عندما يقول الفقيه أمرا حكما معينا واستند إلى العرف والاستقراء في زمانه، أو كان لهذا العرف والاستقراء تأثير على رأيه أو فتواه، هل هذا يعتبر من الفقه المقدس أو من المذاهب الفقهية الأربعة لمذاهب أهل السنة التي نتعبد بها؟ هل نستطيع أن نخالف هذا الرأي أم لا؟ ضربت عدة أمثلة. مثلا
فقهاء آراء كثير في كتبهم ينصون على أن الدليل هو العرف والعادة، تقدير نفقة الزوجة. القرآن ماذا ينص؟ يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والقرآن يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا القرآن يقول: رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما معنى المعروف هنا؟ ما هو مقدار النفقة؟ أنا تزوجت امرأة، كم مقدار النفقة الواجب علي أن أعطيها؟ مثلا النفقة والكسوة، الطعام والشراب والملابس. القرآن يقول بالمعروف. بالمعروف. ما هو المعروف؟ يأتي نقرأ في كتبنا مذهب الشافعية ماذا يقولون؟ وتجب نفقة الزوجة ما بين مد من طعام إلى مدين حسب حال الزوج، ولا يجزئ أن يدفعه خبزا أو دقيقا، إنما يجب أن يكون حبا. يعني عندما أنا اليوم أنا خرجت من البيت، عندي بعض الطيور في البيت وطيور حب، وضعت لهم طعام. على هذا الرأي أنه عندما أخرج من البيت ماذا أفعل؟ أضع مد من الحنطة لزوجتي وأقول مد أو مدين وهذا هو نفقتك. على هذا الرأي هل هذا هو المعروف المقصود به في كتبنا في النص الشرعي الذي قال بالمعروف؟ نفس الشيء المذاهب الثلاثة، مذاهب أهل السنة الأربعة وذلك الحنفية والحنابلة، ضافوا عليها بعض الفاكهة، ضافوا عليها بعض اللحم. فكلمة بالمعروف الواردة في الآية القرآنية، وعندما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، فقال لها قالت: لا ما يعطيني ما يكفيني ويكفي أولادي، فقال: خذي من ماله بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. إذن هل هذه الآراء الذي ذكرها مذهب أهل السنة، المذاهب الأربعة لأهل السنة بتقدير النفقة، هي آراء نستطيع مخالفتها أم لا؟ هل هي تأخذ نفس حكم الآراء الفقهية المبنية على الدليل من الآية أو الحديث والنص والخلاف؟ لا، إنما ماذا هذه الآراء قالوا بها حسب عرفهم وعادتهم. لهذا نجد أنه علماء الأزهر وهيئة علماء السعودية عندما جاءوا وذكروا هؤلاء آراء المذاهب الأربعة في النفقة ماذا قالوا؟ قال: النفقة المعروفة ما هي؟ أولا المسكن الصالح الذي يحقق للزوجة وأولادها الراحة ويصون حرمتهم وكرامتهم، اللباس الذي يدفع عن الزوجة والأولاد برد الشتاء وحر الصيف ويمنع عنهم الابتذال. ومن وجوه النفقة توفير الطعام المناسب الذي يتناوله الناس في زمانهم، بدون أن يكون فيه إسراف أو تقتير. وأيضا حتى من النفقة أن يوفر الزوج لأسرته الدواء والعلاج وأن يصرف على تعليمهم. إذن هذه التي من 7-8 نقاط الذي قال بها هيئة كبار العلماء وعلماء مركز البحوث في الأزهر. من أين استنبطوا هذا؟ من كلمة بالمعروف. وعندما استنبط كتبنا القديمة الفقهاء السابقين المعروف وقالوا مد أو مدين من حنطة، كان هذا هو المعروف في زمانهم. ولكن في زماننا فإذا هذه الأقوال الذي قال الفقهاء مبنية على العرف والاستقراء في زمانهم ينبغي أن نمحصها، ينبغي أن نغيرها، لا ندرسها لأولادنا وطلابنا على أنها هي نصوص شرعية، إنما هي مبنية على عرف في زمانهم. الذي أريد أكد عليه، عندنا مسألة دائما تثار في المحاكم وتثار عند الملالي، موضوع عندنا وصية واجبة. موضوع عندنا ماذا؟ مثلا توضيحي، خناف وسعدون زوج وزوجة لديهم أولاد أحمد وخالد وسعدية وسقفان. مات أحمد سنة 2010 ولديه أولاد وهم حيدر ومحمد وحمدية وكذا، ثم مات سعدون 2021. هل أولاد أحمد المتوفي يرثون أم لا؟ المحاكم في العراق
والمحاكم ليس في العراق، في مصر وسوريا والأردن والكويت، كلهم يأخذون برأي سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس لأنهم هم هؤلاء يرثون حصة أمهم وأبيهم. أما نحن المذاهب الأربعة لا نقبل بهذا. لماذا؟ لأن العرف الذي كان السائد في زمانهم، وعندهم أدلة يعني مذكورة أنه ألحق الفراغ بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فقالوا العرف في زماننا كان إذا مات شخص يعني اقترع الأولاد فيما بينهم من يكفل الأيتام، فلهذا لا نعطي أولاد الأيتام شيئا من حصة جدهم، لأنه سيتكفل بهم عمهم وأعمامهم، وهذا عندهم هذا الدليل. لكن الذي يحصل أنه المحكمة تعطيهم شيء ثم يأتون إلى الإمام أو الملا يقول لا يجوز هذا الشيء، فتحدث مشكلة. حدثت في قرية في الدهور أنه ابن الأخ ضرب طلقة في بطن عمه، لأن عمه قال جاء بالملا وقال الملا أنتم حرام تأخذون هذه الحصة، مع العلم هذه الحصة يعني قال به بعض العلماء موجود هذا الرأي. فإذا الحاكم أخذ رأيا، يعني الحاكم يرفع الخلاف، أخذ رأيا فقهيا، ينبغي علينا كلنا أن لا نخالف هذا الرأي حتى لا تحدث فتنة، ما دام رأيا ليس مخالفا لأحكام الشرع الإسلامي. جزاكم الله خيرا دكتور إبراهيم ليحدثنا عن موضوع شديد الأهمية ونجده كثيرا في مواقع التواصل، والمسلمين بشكل عام تجد عندهم نوعا ما من الانهزامية، وحتى مجموعة من الخطباء الانهزامية في الخطاب الديني. فهذا الموضوع حقيقة حساس ومهم جدا. نرجو من الدكتور أن يتفضل ولديه 15 دقيقة إن شاء الله. 16 إن شاء الله تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما مساني بريس قوتابیانی خۆشەویست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاس بۆ زانکۆی زاخۆ و بەتایبەتی فاکۆڵتی زانستە مرۆڤایەتیەکان و بەتایبەتی تر بەشی خوێندنی ئیسلامی کە ئەوڕۆ لەو سەکۆیە مبارەکە ئێمەیان هەموو بەیەکەوە کۆکردەوە. ڕاستی ئەوڕۆ منیان بردەوە کەشی ئەو کاتێکەوە قوتابی بووم، چ لە ئاستی خوێندنی ئیسلامی دواناوەندی ئەو کاتێکەوە لە خزمەت جنابی دکتۆر بەشیر قوتابی بووم، یان ئەو کاتێکە لە 2093 هەتا 96 و 97 لە خزمەت مەلا زاهید قوتابی بووین لە کولی شەریعە. ئەو مامۆستا خۆشەویستەکانمان بیردێنێتەوە شێخ عەبدولحەمید، سەیدا مەلا حوسێن ڕەحمەتی خوای لێبێت، سەیدا مەلا مستەفا، سەیدا دکتۆر محەممەد بەهادین، محەممەد زەکی ڕەحمەتی خوای گەورەیان لێبێت. من وەکو وانەیەک لە خزمەت مامۆستاکانم دەڵێمەوە، من بابەتێک عەرز ناکەم و بەڵکو وانەکەم زیاتر ئەگەر وەکو مامۆستای قبوڵ بکەم بۆ قوتابی خۆشەویستەکان داوای سەرکەوتنیان بۆ دەکەم. بابتي من الانهزامية في الخطاب الديني المعاصر. مامۆستانی پێشتر جنابی دکتۆر بەشیر، جنابی دکتۆر عەبدوڵڵا ئێمەیان بردە کەشێکی زۆر بابەتی عەمەلی، زیاتر ڕەخنە لە خۆمان بوو، وان ڕەخنە لەو کەسانە بوو کەوا بەدڵسۆزی خیتابی دینی ڕوبەڕووی موسڵمانان دەکەنەوە، بەڵام ڕەنگە هەندێک جار کەم و کورتیمان هەبێت. بەڵام لە ڕاستیدا خیتابێکی تر هەیە، دەبێ ناوی لێ بنێن خیتابی دینی، چونکە ئەو کەسانی کەوا دەهێنرێنە سەر تەلەڤیزیۆنەکان دەڵێن توێژەر لە فکری ئیسلامی و لە ڕاستیشدا خزمەت بە ئیسلام ناکات. کتێبەکانیان بە ناوی زانایەک، بە ناوی ئەکادیمیەکی ئیسلامە، بەڵام جێی داخە ئەوەندەی کەوا باسی یعنی دەروونێکی ئینهیزامی دۆڕاو شکست خواردوو دیراسە دەکەین و دەیبینین لە قسەکان بەرامبەر ئیسلام، ئەوەندە هەست بە ئیحتیزازی ئەو کەسانە ناکەین. سلبیات ینی بواری نەرێنی لە خیتابی دینی، یعنی زۆر جار گەنجەکانمان تووشی پەلەکردن لە کافرکردنی خەڵکی، یان عوزر نەهێنانەوە بۆ خەڵکی، یان سەبت نەبوونی یەک فتوا و یەک منهەج لە فتوا، ئەوانە هەموویان سلبیاتە، بواری نەرێنی. بەڵام نابێ ئەو بوارەش لەبیر بکەین کەوا بوارێکێ لە ناو خیتابی دینی دەتوانین ناوزەندی بکەین، ناوی لێ بنین الخطاب الانهزامي أو الانهزامية في الخطاب الديني المعاصر.
قرآني بيروس كسيد دكي خواي قبل سبحانه وتعالى كبوسر سروري إيمان بيغمبر صلى الله عليه وسلم هناوي تخوار خواي قبل سبحانه وتعالى بلغي بهزي ويقيني خستو تناو قرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وكسورة إنا أعطيناك الكوثر بينا دعاء خواي قبل سبحانه وتعالى هل القرآن دا كوا تحداي هم مرفاتي دكاتو كز نيتوانيوا وڵامی ئەو تحدیە دەداتەوە لەوێدا شەرعیەت بە کەسێک دەدا کە ناوی سەروەرمانە محەممەد صلی الله عليه وسلم قورئان دەفەرمێ محەممەد ڕەسوول الله دوای ئەوە ڕۆژانە هەتا ئێستاش توێژینەوەی زانایان بەڵکو توێژینەوەی سنتەرەکانی توێژینەوەی غەیری موسڵمانانیش هەمویان بوونە ئاماژە بوونە ئیعجاز بۆ ڕاستی و دروستی یەقینێک بە هەرچی موسڵمانە دەدات کەوا ئەو دینەی تو لەسەری دینێکی ڕاستە وەکو خوای گەورە سبحانه وتعالى دەفەرمێت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بەڵام بەداخەوە دەبینین خەڵکانێک لەناو موسڵمانان خەڵکانێک تەواو هەست بە دۆڕان دەکەن قەناعەتیان نییە جارێکی تر لەژێر سێبەری ئەو ئیسلامە تەرحی جوان بە مرۆڤایەتی بدەن قەناعەتیان نییە جارێکی تر ئیسلام بکەنە ساباتێک و چەترێک و ڕەشماڵێک کورد لە ناوی لە ژێریدا بحەسێتەوە بەڵکو هەمیشە هەست بێ دەکەن تازە ئێمە دۆڕاین تازە ئێمە ناتوانین هیچ شتێ بکەن بە بێئومێدی سەیری خۆیان دەکەن بە بێئومێدی سەیری ئیسلامیش دەکەن بە بێئومێدی سەیری کوی موسڵمانانیش دەکەن لە بەرامبەردا بە ئەو پەڕی ئومێدەوە سەیری ناموسڵمانان دەکەن بە ئەو پەڕی موسڵمانانەوە ئەگەر حاشای ئەو کۆڕە پیرۆز و مبارەکە ئەگەر هاوڕەگەزبازیش بێت ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن حتى أجر بابتي هاورجز بازيش بيت بتواوي اعتزازي وبويدين بداخوا إما أورو كباسي لخدمتي أو ما مصاب رزانا إما الفير كرد خطابي ديني تواو قناعات بدين قناعات بإسلام بيت دبينين لهندك زانكو ترويج هاندان دكريبو بابتي هاورجز خوازي أو من ناوي لدنيم الانهزامية في الخطاب الديني المعاصر. أجر سير كين ابن خلدون رحمة إخوائي لبيت لشيكر نواه في تحليله الرائع الفريد حيث نظر من وراء القرون إلى التاريخ فقام بتحليله ودراسته لويدا ابن خلدون أما جابوا أو بابة ذكاء لجير ناو نشاني بابتك زور قرين كدرجي المغلوب مولع بتقليد الغالب بابتك بالضبط بوشي وباسي لك لا فصل بيستوسي بابيدو المغلوب مولع يعني اويك ودوراوا هميشه سرسامه بو اوي لاساي كسي سركوتوب كاتوا لجلوبرجي لا دروش مكاني لا بخشيني ولا سرجم وركاني جياني خويدا تقليدي او كسدكاتوا كاورو بهيزا وهذا زانيت ئەوەی کە هێزە ئەوڕۆ شەرعیەت دەداتە بابەتێک بەڵام زانانی ئێمە فێریان کردوین ئەگەر لە ناو ڕەشماڵێکیش بێت پێشمەرگەیەک بریندارێکیش بێت بەڵام لە کۆتا مەرگدا گوتی لا ئیلاهە ئیلا الله ئەو کەسە هەمیشە سەرکەوتووە با لەو کاتەشدا خەریکە لەسەری دەمرێت بەڵام ئەو کەسانە وەکو ئیبن خەلدون دەڵێکی دەڵێ لە هەموو بابەتەکانیدا لاسایی کەسی بەهێز دەکاتەوە هەتا ئەو هۆکارەکەشی بە شێوازێکی کورتی دەڵێت والسبب في ذلك أن النفس تعتقد أبدا الكمال في الغالب أو في من غلبه وانقادت له هميشه وهذا زانت أو كسيك بسري دا سركوتوا بويا سركوتوا شنك كسيكي كاملة بويا كسيكي توابه دكتور لقمان الدين إن شاء الله موضوع سيكون حول أدب الاختلاف في ضوء مقاصد الشرع فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. سلتا زور سپاسی رخلانی امن دوی لکم خدای گور پاداشیان بداته و سلام و رزق بهمو ما مصطلحان و خدایان هیا و گور هم لا سرکوتو که إن شاء الله. دتوانیم بڵێ اختلاف و جیاوازی دیارترین دیاردەیە لە خطابی ئیسلامی لەم سەردەمەدا. کەوابێت کە ئەم دیاردەیە هەبی دەبێ ئێمە بزانین چۆن تەعاملی لەگەر دەکەین. ئەگەر بگەڕینەوە سەر توراث وەکو عنوانی نەدوەکەش بەینی توراث و معاسەڕەیە
دەبینی زانایانی پێشان هەر سەردەمی پێغەمبەرەوە صلی الله علیه وسلم پاشانیش سەردەمی سەحابەکان تابعیەکان زانایەکان هەمویان ڕەتساوی ئەو اختلاف و جیاوازیان کردووە. سەرەتا بابەتەکەم لە سێتەوە باز دەکەم. یەکەم جار پێناسەی اختلاف، پاشان ئایا اختلاف شتێکی مەشروعە، ئەوجا باسی ئەدەبەکانی دەکەین ئەو خەڵس و کەوتەیە کە پێویستە بەرامبەر بە اختلاف بیکەین. وەکو دەزانین ئێمە دوو جۆر ئەحکاممان هەیە، ئەحکامی قەدەری و ئەحکامی تەکلیفی. ئەحکامی قەدەری ئەمە دەسەڵاتمان تێدا نییە، خوای گەورە وای هێناوە بە قەدەری خۆی کە دیتە سونەت و یاسایەک لەم بوونەوەرەدا. یەکێک لە ئەحکامە قەدەریەکان اختلافە. اختلاف هەبووە و هەر دەمینێ و هەر دەشمینێت، وەخوای گەورە لە قورئاندا باسی کردیە ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. كخوي قولوا بسني لسربا خلش يوم ذكر ديك أمة بلام زيوازي اختلاف الدسوة وهل دشمنات ولا يزالون مختلفين ويجي كلام بستكاني خلق كوابي اختلاف هي بلام أول لسر إما بي استتسي اختلاف بكين نخير حكم تكليفك أويا دبي ما هو بدين اختلاف كم كينوا وتعامل لقى اختلافك بكين هروكو منهزي في غنبر صلى الله عليه وسلم. كلمة اختلاف وكو دزانا بمعنى رادياي زياوازي لنوان هردو الشدة يانكو مالشتيك بلان باشان اختلاف لبو رادياي بكارهاتيا. علماء هندي شان فرق دكين لنوان اختلاف وخلاف. أي فرق هي أنا اختلاف ضلن أويا كدو قول يعني دو رأي دو رأي زياوازي يعني بلان يك ما بس هيت بلان خلاف أويا ما بس تكانيش زياوازيت يعني اختلاف أويا لسر بنماي بلغبي لسر أساسي بلغبي بلان خلاف ببي بلغبيت بلان لكوتايدا علماء بشيوشي بيشتي خلاف واختلاف يعني ليك معنا بكار هنا آية اختلاف پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوان تعاملي لقى كردية أو رداوزو مشهورة كفرميتي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة كالغزوي أحزاب قراوة پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي كس نويجنا كان يجي عصرتا دقينا بني قريظة بلام هندك للصحابة كان لرقان يجيان كان هندي شان كجيشنا بني قريظة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يتسياني بغلط داننا لبرسي لبرو يهور دوشيان همان مقصد يعني نازل لبرو درين في ضوء مقاصد الشرع ما بس تي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وبلا بكري لرويشتن تأخير نكلت كوابي أوي لرقان يجيكر تأخير نبو وأوي لبني قريظة يجيكر هر تأخير نبو لباش انزارش يعني دو صحابة لسفرك دا أويان بدسناك يتيمون دكان تيمون دكان پاشو يتيمون دكان نوێژەکە دەکەن ئاویان بەدەست دەکەوێت یەکیان نوێژەکەی دووبارە ئەکاتەوە بەڵام ئەوەی کە دووبارەی ناکاتەوە کە دێنەوە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێتە ئەو سەحابەیە کە نوێژەکەی نەکردەوە فەرمووی ئەصەبتە السنة يعني تۆ بەپێی سنەت ڕۆیشتی کارەکەت کارێکی بوو لەسەر سنەت بوو بەڵام ئەوەی دوێمیان فەرمووی لەکە الأجر مرتين تۆ پاداشت پێ دوو پاداش دوو ئەجر کابی هیچیان هەڵە نەبوون ئەوانە یەکیان ڕاستتر بی بەڵام ئەوەی تکەش ڕاست بوو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم يعني تعاملی لەگەڵ اختلاف بەو شێوە بووە تەقری ئیقراری کردیە بە مەرجێک مەقسەدەکە یەک مەقسەدی ئەوجا ئەبینن سەحابەکانیش بەزای خۆیان لەسەر بی اختلافیان لە زۆر بابەتی فقهی هەیە هەتا لە بابەتی فروع العقائد بەڵام شتێکی طبیعی بووە و اختلافەکە بە شتێکی نەشیاودا نەدراوە باشا ئایا ئێمە مادەم زانی اختلاف هەبووە و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئیقراری کردیە چۆن تعامل لەگەڵ اختلاف بکەین و سەحابەکان یان زانایان چۆن تعاملیان لەگەڵ کردیە گەر تەماشا بکەین دەبینین یەکێک لەو شتانەی کە لەو بنەمانەی کە تعاملیان کردیە لەگەڵ اختلاف زانایان سەحابەکانەوەیە کە نوێژیان لە دوو یەکتر کردیە ئەگەر چی مەذهەبەکانیشیان جیاواز بوو إمامك لوانه حنفي بوبي مأمومك لوانه مالكي بوبي يا شافعي بوبي ببردوام بدرجاي مجو أجر هندك شيء شابوبي بلان نيجي على دو يكتب كردية يعني أوا يتر يكرزي وباراستني يكرزي مسلمانان دوميشت هندك زار أجر دو رأيه برأيك راجح يجبو بلا لايزانايك إيشي بمرجوحك كردية أجر يكرزي باراستبيت أي زوزري وهي دو رأيه هي غير يشي راجح لو يديلو بلام أوي كراجح نية مرجوحة
دەبێتە هۆی یەکڕێزی موسڵمانان فیتنە ڕوونادا دەبینی موسڵمانان پشتگیریان لێکردیە و ئەو ڕەئیەیان وەرگرتیە ئەگەر مەسلحەتی تێدا بووبێت.